كوكو يا جماعة، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم ريسيت سهلة فيسع ما تتعمل اون بلوس باش نستحقوها برشا في رمضان، اللي هي البطبوط. راهو ساهل ميل اون بلوس جاي خفيف مش نورمال. العجينة هذه تنجم تستحقوه وتعملوا بها برشا حاجات. تحبوا تعرفوا كيفاش؟ هيا بينا. اول حاجة خذيت 500 جرام فرينة، عليهم ساشي خميرة خبز، مغرفة سكر، مغرفة ملح، وشوية زيت زيتونة، بسبسهم الكل مع بعضهم. ومن بعديك بديت نزيد في الماء لين حصلت على عجينة طرية مش نورمال، خليتها تخمر. ومن بعديك شكلت كعيبات البطبوط نتاعي، خليتهم يخمروا مرة أخرى بريسك 15 مينوت. ومن بعديك حطيتهم على المقلة، وكل مرة هي تحمر واني نقلبها لين حصلت على كعيبات بطبوط امان روجي وخفيفين مش نورمال، وبنين على الاخر، وان بلوس طايبين من داخل، لا معجنين لا شيء. نجموا تحطوهم في الكونجيلاتور كان ماكمش مش تستعملوهم ما يجرى لهم حتى شيء، وكان باش تستعملوهم تعملوا الفخص اللي تحبوا عليه. وان شاء الله تكون عجبتكم الروسيت، راهي جات بنينه مش نورمال. ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم الروسيت. ما تنساوش تشجعوني وتخلوا لي لايك وكومنت وشير. يلا باي.